يدخل الآن فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية معالي خالد بن عبد العزيز الفالح، معالي الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة، السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الأكارم، نرحب بكم ضيوف الجمهورية العربية السورية الكبار. فمن مملكة الخير إلى شام العروبة أياد تمتد من جزيرة العرب لتصافح دمشق اليوم، ونحن أمام ماض يستعاد. لا نكتب بيانات بل نرسم ملامح غد مشرق، ذلك في المنتدى الاقتصادي السوري السعودي اليوم، حيث نختصر المسافات بين الرؤية والفعل، بين الحلم والخطة، بين ما كنا عليه وما نستحق أن نكونه. مرحبا بكم، شراكة تولد، قرارا يؤخذ، استثمارا يبدأ، لمستقبل نكتبه معا بالعمل والمحبة. نترككم الآن مع هذا العرض لسير العلاقات السعودية السورية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية وغير ذلك. نتابع. التقيت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني ببذل وسعي للسعي لإزالة العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه حبه الكبير لسوريا ونظرة ثاقبة لمستقبلها الاقتصادي. أؤكد إلى أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. من عمق التاريخ ومن ضفاف العروبة الأصيلة انبثقت بين النجد والشام رابطة مصانة بعهد الأخوة وهموم الأمة والمصير المترابط. العلاقة بين دمشق والرياض نسيج سياسي ثقافي واقتصادي توجها تبادل الكفاءات وعقود من الشراكات. في السعودية وجدت آلاف العقول السورية أرضها الخصبة، وفي سوريا الثورة حفظت الذاكرة للمملكة مواقف لا تنسى. وبعد أكثر من عقد من العواصف عادت البوصلة إلى وجهتها الأولى. أول زيارة للرئيس أحمد الشرع كانت إلى الرياض، لقاء حمل رمزية بالغة جمعه بأخيه الأمير محمد بن سلمان، فتح أبواب الثقة ومهد لتحول استراتيجي. وفي مشهد لا تنساه الذاكرة السورية والسعودية. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حاضر في مؤتمر رفع العقوبات عن سوريا، مشهد جسد عمق الجهود السعودية ومساعيها المؤثرة لاستعادة سوريا مكانتها الإقليمية وفتح أبواب الأمل أمام السوريين. بين البلدين مصالح مشتركة تبدأ من أمن المنطقة ولا تنتهي عند الاقتصاد. كل حجر سقط في سوريا هو اليوم فرصة استثمارية، وكل شبر من ترابها مفتوح للخبرات ورؤوس الأموال التي تتطلع إلى سوريا الجديدة. الجغرافيا تخدم هذه الشراكة. سوريا قلب الشام، بوابة المتوسط وملتقى الحضارات، والسعودية عمق الخليج العربي ونهضته الحديثة التي ترسم الرياض رؤاها نحو المستقبل.
السياحة، الثقافة، الزراعة، الطاقة والبنى التحتية، كلها عناوين لمرحلة جديدة من التكامل تنطلق من ثقة تاريخية وتترجم إلى مشاريع حقيقية. من دمشق إلى الرياض مستقبل يكتب من جديد بشراكة حقيقية ترسم ملامحه العظيمة.